طب يا جماعه قبل اي حاجه بس ايه شغال التكييف كده يا باشا عشان ايه درجه الحراره بقت صعبه يعني الجو حرر تاني يا جماعه احنا حرفيا لسه في الشتاء والجو بقى متلج بقى حران انا لابس البتاعه دي بقى لها حبه فايه فكتمت على دماغي شويه ولكن اهلا بيكم شباب في فيديو جديد من ميمز المتابعين او الميمز اللي انتوا بعتها لي بعتها فين بقى على الانستجرام تيك توك فيسبوك تويتر اي حاجه هنخش رياكت عليها النهارده بس كنت فيديو صار على بوحد الله وراك فرض مصلي وارجع الفيديو ومن غير رغي كتير يلا بينا على الميمز. ايه رايكم صح يا جماعه في ستايل الجانجاسترز ده او جانج كده يعني ايه رايكم فيه؟ بس عايز داري الصلعه باي شكل يعني فايه فقلت اجرب دي يعني شكلها حلو والله مش بطال قوي عليا ما علينا يلا بينا على اول ميم معانا. صار اندومي وصار ساعة على النار اريد يستوي ماكو معقول لين الماء قليل النار عالي طاف لين الجدول صغير يراجع جدول بشويه بعد اكبر. هو مش فاهم التعليقات يا جماعه بس حاول يعني ايه شو مسويه في نهر الفرات. بيقول لك لازم تطبخه التانك ده يا جماعه اللي هو تقريبا خزان الميه. انت ايه يا اسطى كل ده على الاندومي طبعا ايه ده؟ بس على فكره يا جماعه هقول لكم بقى تركايه على طبخ الاندومي. ما تطبخش اندومي كده، الاندومي يا باشا بتطبخه وتسويه في ميه بس ميه على قده وتغطي لازم تغطيه بحيث ان هو يستوي بعد كده تقوم مصفي الميه وساب شويه تقوم حاطط عليهم التوابل ومقلبه. يعني ما بحبش الاندومي اصلا مش شخص الاندومي ماي فيفورت يعني ولكن دي تركات طبخ يا عم مني يعني. خش على اللي بعده. الله هذا التصوير اليوم يوم الجمعة. استغفر الله العظيم يا رب استغفر الله يا ابني ما تسيب الناس في حالها الناس الميته في حالها يا عم ارحم ميتين اهالي الناس دي يا عم ميتين الاهالي عشان هم الميتين بتاعهم. بيقول لك لو جوز المرحوم ما بيعرفش يسبح طب ايه اللي هيحصل؟ هذا الفيديو يقرأ الفاتحة الله فيها أميرا الله. لا اله الا الله. ايش اللي بعده؟ اسمك لا ما اعطيك لان اسمي معروف للعراقيين. هو في هو الميمز النهارده مبعوثه عراقيه ولا ايه في ايه يا جماعه؟ عايزين ميمز مصريه في ايه يا جدعان في ايه؟ الله يا رب يكون ميمز مصريه. ايوه يا عسل. لا مصريه مش كده مصريه مش يعني مصريه بس يعني ما تبقاش مصريه كده لا. بس يا حيوان. انا حيوان؟ هو انت ما تعرفش ان انا معايا ريموت بيثبت اي بت في والله انا من جوه في عضو من اعضاء جسمي مش هينفع اقوله هو بس ده انا دلوقتي. اللي بعده صباح الخير يا رب جمعة مباركة علينا وعليكم. اليوم طبختنا يا رب يعني ميمز يا اما عراقيه غريبه يا اما مصريه غريبه في ايه؟ ما تجيبوا لنا طب حاجات سعوديه على الاقل حتى نعلي الار بي ام شويه نعلي الريتم. خلينا نشوف. بيقول لك بس طفي المروحه الجو ساقع. وتصيف اذان الشعيب متابعة بسبلوه لحد تجاهلنا هذا المقطع اتمنى مشاركتكم. هو ايه ده موز متقطع ده ولا ايه؟ ما تسالش يا محمد اتفرج من سجاد يا محمد انت هتقعد تتكلم وتترغي كتير اتفرج من سجاد. ما توقعنا انه يسويها. يسوي ايه؟ اوه هيطلع بيطير؟ انا خفت وانا قاعد بتفرج على الفيديو برياكت عليه. دايم مان لا رعب الصراصير اللي بتطير دي. البيت بتاعكم بيولع ابوك قال لك اجري هات الطفايه من جوه. شفته قبل كده الفيديو ده تقريبا بس فيديو جامد والله. ده ورث الذكاء منين؟ ورثه من ابوك يعني فهو ما حقوش يضربك يعني. ثواني هو ده تامر الجيار؟ ايه ده؟ خالك بعد ما عرف ان طن الكنز ب 130,000 جنيه. هو ليه تامر الجيار قاعد بالبوكسر؟ ليه تامر الجيار قاعد بالبوكسر وايه الجوده دي وايه ده؟ انا اول مره اشوف الفيديو ده عم تامر الجيار اقسم بالله. والله اول مره اشوفه له. يا جماعه الراجل ده اقسم بالله جرب كل حاجه والله حقه ينجح دلوقتي والله. ايه ده يوم. إذا دخلت إلى مرحاض الرجال ورأيت شخصا يقف عند أحد المباول فأي واحد تختار؟ إن ذهبت إلى الأبعد اللي على الشمال خالص طبعا. الآخر بشيء من الغرابة، وإن وقفت لا بجانبه طبعا مباشرة فستبدو أنت الغريب. إذن الحركة الوحيدة الرابحة هي أن تنضم إليه وتبدأ بالرقص. الاي اي بقى واخد الفيديو في حته تانية خالص بجد. بقول لكم شكلنا هنستخدم يا جدعان فيديوهات اي اي ميمز اي اي بجد. ما اعرفش الاي اي دمه خفيف كده. اللي بعد صحيح اصلا ما تنساش تتفرج على الفيديو لو مش مشترك في القناه اشترك. مش محتاج افكر كل فيديو. عايزين نرجع بقى قناه هيجا بتاعت زمان فيها 2 مليون دي تبقى فيها 2 مليون زيها كده. ولايكك يا اسطى اللايك ما بياخدش ثواني منك بس بيدعم الفيديو او يا اسطى برضه عشان في كذا بنوته برضه تتفرج على الفيديو. علوا الريتش بقى كده خلونا بقى نرجع على القناه دي بقى. اللي بعده لما تقول اجمد ايه 5 minutes later. هو ناقص احط نقطه. طب بلور عليها بقى يا اسطى عشان الناس هتفهمنا غلط يعني. لما تقول اجمد نكته في مسيرتك لصاحبك فيعيدها بصوت عالي قدام الناس وكله يضحك. سرق مجهودي. حصلت قبل كده. قطعنا لما جيلك من حبيبك. انا اللي بعملها انا اللي بسرق مش لا. وعم تامر تاني ماله فيه ايه؟ بيقول لك يا جدعان كل ما بشوف الفيديو ده بموت من الضحك والله بالذات اخر حته. ايوه حبيبتي انتوا فين؟ انا في اللوكيشن هو مفيش حد خالص. لا انا مش حبيبتك انا حبيبك.
والله خد يا عم ريبوست يا عم ريبوست يلا. ما تعرفوا ان انا عامل شبه تامر الجوار دلوقتي والله كده دلوقتي، يعني لو قلعت البتاعه دي انا عامل شبهه بجد. انا مش هقلعها غير لما شعري يطلع، انا بقول لكم. على فكره انتوا قلتوا انها يعني انا كنا متفقين ان انا المفروض اشيلها، بس يا جماعه بجد انا يعني شلتها وجت اسجل فيديو الريفليكشن بتاع الاضاءه كان منعكس على الكاميرا. فقلت لا ما ينفعش بقى تمام. بس كده كده موجوده على الانستجرام عندي الصوره من غير شعري، فعايزين تخشوا تشوفوها. بس في الفيديو انا مش هبقى مرتاح وانا بسجل، وانا اهم حاجه في الفيديوهات دي ان انا اكون مرتاح وانا بسجل يعني تمام. لا علينا نخش عليه. صاحي من النوم مش شايف قدامي وداخل الحمام وخلاص قلعت البنطلون. السباك اللي ابويا جابه واقف في البانيو. اوعى تشغل الشطافه يا كابتن. يا جدعان شكله سباك بجد. هو ايه الصوره دي؟ استنى ايه الصوره دي؟ بتلعب عادي بس الكرة جت في النيش. يا جماعه استنوا عشان جالي فلاش باك ابن كلب دلوقتي. انا مره كنا بنلعب كرة عند جدتي. هو النيش كان موجود في ايه في الصالون، واحنا بنلعب كرة في الصالون كنا كلنا موجودين، واختي كانت قاعده جنب الصالون تمام. وشط الكوره انا ولا مين يا ربي بنسبه كبيره كان انا. شط الكوره ازاز النيش اتكسر وقع على رجل اختي، وبجد بقى قنبله كاتشب كده فرقعت مره واحده. طبعا عشان اليوتيوب مش هقدر اقول، بس يا جماعه اليوم ده كان تروما بالنسبه لي اقسم بالله. مش كده راحت خيطتها وكانت عادي وبتاع، بس انا اللي كنت جالي تروما اقسم بالله. اقل فيديو معمول بالاي اي المصري. احنا مش بشرة حقيقيين، احنا ذكاء اصطناعي، واللي عملنا محمد عيد. انا شاك ان ده اي اي. انا شاك ان ده اي اي والله. انا شاك والله يا جماعه، اقسم بالله شاكك ان ده اي اي. انا مش عارف اميز والله. اللي بعد هي دي بجد يا حاجه يا جماعه؟ ده بجد، وده في اسكندريه على فكره. حاجه هو ده بجد؟ ام عباس واحد بس. هي دي بجد؟ قول ليه يا جماعه؟ هو بجد ده بجد ولا ايه ده؟ ام عباس؟ هو انا في حاجه فاتتني في التيك توك ما اعرفش عنها ولا ايه؟ دايم ابوكم فاهمك ان عمامك طول عمرهم عايشين في سويسرا. عمامك عمامي ايه ده؟ هم رجعوا من السفر؟ لسه طالعين. لسه طالعين؟ قصدك لسه راجعين؟ تعالى سلم عليهم. ماشي. سويسرا جميله طبعا. شوفهم والله. ايه ده بقى؟ هم دول عمامي؟ هم لهم عمامك ولا؟ تعالوا نطر زينو. ازيك يا عم؟ عامل ايه؟ ده استنى، ده في هنا لمسه يد بيبوسه طب نكنسل. ماشي نكمل. ماشي. ازيك يا عم؟ عامل ايه؟ تعالوا. قول لي بقى، شرفت العيله وعملت كام سبعه وانا في السجن؟ سجن؟ عم انا ابويا قايل لي ان انتوا طول عمركم عايشين في سويسرا. سويسرا؟ ها احنا كده طول عمرنا منحرفين. هو ده مش معاه اصلا يعني، ده تقريبا لسه في سويسرا فاهمني؟ يا عم انا لسه كليتنا وجعان انا مع الفاضي معلم يوسف خلعنا. والله انت لعبت كام جوله لو احنا في السجن؟ لا عيب عليك يا عم، انا شرفك. انا كسب 9 جولات لحد دلوقتي. ايه ده يا عم؟ ده طلع مش شريف العيله اهو. مين اخصامك يا حبيبي بقى؟ ابو فياض وسعد الدين والهرم. دي فين جيتهم وبيوتهم؟ جولات تيك توك. لا انا ما اعرفش بيوتهم ولا جيتهم، دول على التيك توك. الحق تيك توك بيقول لك الناس بتوع تيك توك. تعالى بقى انا اوريك الجوله اللي على اصولها يا حاج. جدعان ايه ده؟ هو ده مش عامل دماغ، ده واكل الدماغ كلها. خلصت حظ اسبوع من حياتي. يا ابن اللعيبه قلت لك والله العظيم هجيب. يا دين امي يا دين امي. هو الفيديو ده معمول لي تاج ليه في الميمز فيه؟ ايه ده بجد؟ ثواني يا فنانة تالية، دقيقة واحدة تالية. هو انت عندك تنين في الحمام ولا ايه ده؟ انت ليه حاطة تنين على الحمام؟ وليه في ساعة في الحمام عندك؟ وليه في كرسي في الحمام؟ مين هيبقى قاعد جوه؟ ايه ده؟ ليه في كرسي؟ حد هيكون قاعد بيشجعني جوه انا بعمل ولا ايه ده؟ بسم الله ما شاء الله ربنا يزيدك يعني. دي عندها يا جدعان ميك اب ارتست في الحمام. ربنا يزيدك يا تالية والله، ربنا يزيدك ويعطينا من حمامك. يعني انا حرفيا بص يا جماعه، بصوا الميم اللي بعده ده بقى سلام على المسكافيه يا جدعان والله العظيم اقسم بالله دي لو مظبوطه بالملي مش هتطلع كده. الحمام اللي بعده على طول بعد استاذه تالية قابل يا عم. هي دي الحمامات ولا بلاش؟ بص بينزل كوكاكولا اوتوماتيك. بص سلام على المسكافيه.
فيه؟ انت عارفه يا بنتي يا مرزوقه؟ جماعه دي اسمها تاليا برضو، بس دي تاليا فهيم ودي تاليا النحاس. ايه ده؟ مره طالبالي طلب. يا سلام. الصدفه دي اقسم بالله يا جدعان، والله صدفه، والله ما متظبطه. تعالوا بقى. يوم مسيرة الرحم بيرن بجد والله بجد. انا الترند ده كنت بسمعه يا جماعه، بس كنت يعني هو ده الصوت الاصلي؟ لا والله كنت بحاول اهرب من الترند ده. الرحم بيرن بجد والله بجد. الو الو يا بنتي متاكده؟ انت ماسكه الموبايل بالعكس اصلا يا حاج. الو ازاي يا بنتي؟ هو ايه الكتار الغريبه اللي حصلت دي؟ حد بيرن والله، كان بيرن دلوقتي. صلة الرحم متأكدة؟ أيوة متأكدة. معلش يا صلة الرحم. هو ايه الهدف من الفيديو ده؟ وليه عليه 127,000 لايك؟ نخش على اللي بعده. ويجي عيل من 2000 لو راح شغل تاني يوم مش قادر يقاوم من التعب، الحاج جه ل 1900. والله العظيم جامد، عامل حاجه اسمها سي ووك يا جماعه، بتاعت الجانجسترز، والله جامده. يا ابن اللعيبه، ده بيقف فين ده يا جماعه؟ عصائر العمران، استنوا كده. عصائر العمران، ايوه مش موجود يا جماعه، كنت عايز والله اروح له في اسكندريه، كنت هروح له، بس تقريبا ده في اسكندريه، اصل الدماغ دي ما تتعملش غير من اسكندريه، انا بقول لكم يعني. دي دماغ اسكندريه بقى بجد، سيبكم من اللي فات بقى، دي بقى الدماغ بتاعت اسكندريه بجد. هو ازاي عامل بالانس بكوبايه القهوه كده ولا كوبايه الشاي؟ مشكلة لو وقعت عليه انت هتتسلخ، ليه يعني تحط نفسك في خطر زي ده يعني. اصوات لعيبه MMA في مصر الصعيدي. انا مش فاهم. والله يا جماعه بص، انا شفت كل المحافظات، جت عند المنوفي وضحكت. عشان المنوفي يعني بخيل، فاهم، فايه فمكسر حتى. حلو حلو، بس بلاش يا جماعه عنصر يا جماعه، بلاش طبقيه، ما تبقاش منحط انت وهو. المنوفيه دول احسن ناس والله، اعرف حد من المنوفيه بجد بجد جميل جدا يعني. هو ايه ده؟ لا ده ديلي، ده في اسمها ايه، في الهند، بس هو ازاي وصل كده بجد؟ واو، ازاي مصر ايه بس؟ انت بتلم ريتش على قفا مصر كلها بقى، عايزه تلم ريتش على قفانا. في حشره غريبه جت على شاشه الجوال وانا اكتب، وسوت سكرين شوت عشان اصورها. هذا التعفن الدماغي اللي تقولون عنه، هو في ايه الكلام ده؟ مش فاهم حاجه. هو انا مش فاهم البتاعه دي قافله على دماغي زياده ولا مش فاهم ولا ايه ده اللي بعده. وانا بشرب العصير اللي اخترعته وطعمه يجيب المرض، عشان لو ما شربتوش لسه عامل يا جماعه بانكيك. انا عامل بانكيك بروتين عالي بقى وبتاع، مش عارف عشان الدايت. تمام، اول مره اشوف بروتين يعني بيستوي من بره ويستوي من جوه، وفي النص ميه جيلاتين، فاضطريت دافع يعني، مش دافع فيه، حاطط فيه بتاع 6 سكوات بروتين واربع بيضات وبتاع، فحرام يترموا يعني، حرمي 200 جرام بروتين. فبقيت بقى ايه، باخد الطبقه اللي فوقها كلها والطبقه اللي تحت اعملها، وامسك شفاط اشفط البانكيك، عجينه البانكيك ساده نيه كده. لما تتفرج على فيديوهات الذكاء الاصطناعي هي انا هو الميمز مره واحده ليه كده؟ ما مش بقى ايه ده؟ ميه الزباله وقعت على رجلي، اقطعها، عارف صح اللي هو هتقطع. اتحلبت خلاص، اتحلبت، كفايه الكلام اللي ابويا فاكرني بقوله للحلاق، اغزع لي قزعني صح يا جدعان. والله الميمز بقت متكرره قوي، ما تبعتوا ميمز عدله، ايه ده؟ وانا عامل نفسي مش منتبه للتفه اللي جت عليا عشان ما احرجش اللي قدامي. حكيت لكم على موضوع التفه بتاع اللي جت على عبد الرحمن صح، اللي هو وطلعت 3D. تجربه مذاكره لمده 10 ساعات. انا شكلي هقفل الفيديو هنا يا جماعه. انا بجد لو بجد في الخمس ميمات الجايين ما كانش في ميم حلو انا هوقف، زهقت، الميمز بيض قوي. بعت لبابا حاجه مهمه جدا ولازم يرد عليا. يا بابا ماشي، بدأت تظبط. الحاج بيبعت لايك، بس لايك ايد واحد لونه احمر، اول ما اشوف لايك احمر بيبعت لايك احمر، ما اعرفش ازاي. البيت بيتكم بقى يا جدعان. هو بيعملوا ايه؟ هو بقى لهم قد ايه هو
هو ليه في واحد كان بيفك الاكره؟ يا اما يعني ان شاء الله يكون حد محبوس جوه، مش حد في الحمام وعايزين تخشوا عليه. تعرفوا يا جماعه ان احنا مره كنت انا ومحمد رضا لو بنسبه كبيره هو اللي هيكون بيمانج الفيديو ده يعني، وعبده، احنا 3 اصحاب فشخ يعني. كنا عند بيت عبده وكان عندنا درس وخلصنا وما كانش في حد في البيت، فقلنا نقعد شويه نلعب مع بعض يعني وبتاع. كان ده من 5 سنين ولا حاجه. فعبده دخل الحمام فاحنا قلنا ايه ليه ما نلعبوش مثلا، مجرد نفتح الباب هو اكيد قافل. طلع الباب عنده ما بيلوكش يعني، هو بيقفل كده بس. فتحنا الباب وشفنا منظر شفنا عبده من جنب يا جماعه، ده اللي حابين نقوله يعني. وتقريبا صورناه صح محمد؟ يعني لو صورناه اكتب على الشاشة، بس تقريبا صورناه صح؟ مش فاكر بقى، ما عليك. عمرو دياب لو كان اتولد في اسكندريه يا جدعان. احنا مش كده يا جماعه، انا اسكندراني ومش كده اهو، انا مش كده خالص والله. الساعة 3 الفجر ونايم تعبان، القطة مسكت حبيبها بيخونها. لا لا يا جماعة، أنا جنبي مش عارف إزاي أنا المفروض حتة ممنوع تربي فيها مثلا فراخ أو حاجة، في صوت ديك بيكاكي، أنا معرفش جت إزاي. أنا ممنوع الحتة اللي أنا ساكن فيها ممنوع أي حاجة من الحيوانات، وكلاب بتتكاثر تقريبا وحاجة زي كده، حاجة زبالة كل ما أجي أنام والله. رحت تتقدم وحماك قال لك يلا عشان الكبسة جاية، أبوك وخالك. قصدهم يا جماعه ان هو كبسه سعوديه اكله يعني وبتاع، بس هم افتكروها كبسه بوليس يعني. بنت بتطلع تليفونها في المواصلات عادي. انا ما عملتش حاجه بس ريحتها تواجب والله يا جماعه. العربيه عندي فيها كام مشكله كده فبصلحها بقالي حبه يعني، قاعد بتحرك في المواصلات. اقسم بالله يا جماعه اي بنت بتقعد جنبي انا بقوم عامل كده فاهمني، ويبقى عايز انا احط حاجه ما بيني عشان ما اضمنش. قاعد ما دلوقتي مش عارف ايه، لا الواحد ما اضمنش. وانت بتلعب لقيت راجل بيبص عليك، فكرته من كشافين النادي الاهلي بتحاول توريه مهاراتك، هياخدك. بيفكرني بالميم اللي هو بتاع بيقول لك انت فاكر انه من كشاف الاهلي، هو فاهمني طلع اطفال. انت بتتعاملي معاه عادي كده ولا هو ابني بعمل زي حد مش فاكر مين، بس حد مشهور قوي، مين مشهور قوي. شخصيه يعني، بس هو اكيد حد اقرا يعني، بس مش فاكر مين يعني، مش جاي في دماغي دلوقتي. اللي بعده يعني. وبعتوا ميم زي عدل يا جدعان، واشتركوا في القناه يا جماعه، ولايكاتكم يا جدعان، مش عايز افكر كل شويه بقى. الحركه اللي بعملها كل ما الم الغسيل من الغساله، انا مريض نفسي. لفها صح؟ فاكر ان انا كنت بعملها لوحدي يا جماعه. امي تقعد تقول لي بطل عشان بتحرق الموتور، كنت عاملها لحد ما حرقت الموتور في مره. هو ايه ده؟ هو ايه ده بجد؟ يعني ده انا مش عارف يا جماعه، انا محتاج انام. انا بسجل الفيديو ده كام؟ بسجل الفيديو ده الساعه، بص يا عم، بص يا عم، ويا عم، بص ويا عم بعت لي، بصوا ايوه كنت حبان الرقم الحمد لله. بيبعت لي بيقول لك نذكرك بتجديد الانترنت. حاضر. بسجل اهو يا جماعه الساعه 7 الصبح يعني، فالمفروض داخل انام يعني، فاللي هو ايه كام. بيقول لك كيس الفاصوليا القديم بالفريزر لما يشوفك تاخد الايس كريم. لا لا عندي انا طماطمايه، كان في طماطمايه ايه كنت قلت لسه هتبوظ وبتاع، فحطها في الفريزر بقى لها تقريبا يعني 4 اشهر موجوده جوه. خيبت توقعاتك، دمرت خلاص حياتك، وايه بتراجع في حساباتك. طيب الله المعين، راجع كل اللي فات. ماشي. الحلو في ذكرياتك. هو في ايه؟ مين ده؟ ماشي. طب اصدق اللي انا سامعه ولا انا شايفه ولا انا بحلم؟ ثواني، هي مشغله اللي انا بيلي ايليتش ولا دي اللي انا دري في ميكروباص واللي سايقه واحده ست؟ وتقريبا ده يا جماعه على كوبري الناموس اللي في اسكندريه تقريبا. جماعه والله العظيم مصر غريبه يا جماعه، مصر غريبه قوي يا جماعه، والله العظيم مصر غريبه، مصر غريبه. بس حلو، مصر غريبه بس حلو. تحيا مصر. اللي بعده مش هتكلم على الفيديو عشان لو اتكلمت في اليوتيوب هيشيل لي الفيديو. اخر فيديو معانا يا جماعه. اقل منبه في السكن، العفريت فكر ان اخوه بينده عليه. هم ثانيه، هم ما صحوش من ده
وبعدين ثانيه هم ليه عاملين ده اصلا منبه؟ لا بس كده كفايه كده مصريين النهارده. بس كده يا شباب ده كان فيديو النهارده. عجبكم الفيديو صلوا على النبي وحد الله. ما تنسوش اللايك والاشتراك. عايزين نوصل بقى في قناه دي نص مليون مشترك، ونوصل بقى في الفيديوهات بقى افرج 10000 لايك كده. بس كده يا شباب اشوفكم الفيديو الجاي باذن الله. اكتب لهم ايه تور هيبقى يوم ايه هنا. بس كده اليوتيوب بيقول لك الفيديو جامد جدا، روح اتفرج عليه.